مرحبا، يسعد أوقاتكم. اليوم وصفتنا من المطبخ الهندي، راح أسوي لكم أطيب برياني دجاج بالطريقة الأصلية الهندية، غني بالنكهات والبهارات. تابعوا الفيديو خطوة بخطوة، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. اللي أحتاجه دجاجة مقطعة، شلت الجلد من عندها، راح نضيف لها عصير ليمون، وأيضا أضيف البصل المقلي، وراح أضيف فصوص من الثوم المبروشة مع الزنجبيل والكزبرة، كمية تقريبا نصف كوب كزبرة. أما البهارات راح نضيف البهارات الخاصة بالبرياني، وأضيف لها الدارسين والكمون والملح والفلفل الأسود والبابريكا. وطبعا راح نضيف أوراق الغار، والمكون الأخير راح أضيف الزبادي. راح نتبلهم بصورة جيدة ونتركهم تقريبا لمدة ساعة. وبجدرية عندي كمية من البصل اللي قليته، احتفظت بالباقي، ونضيف عليه طماطة. وبعد ما تنحمس الطماطة راح أضيف نفس البهارات اللي استخدمتها بالتتبيلة. وهسه راح أضيف تتبيلة الدجاج كلها، وأضيف على الصوص كوب من الماء، وأتركه على نار متوسطة إلى أن ينضج الدجاج بصورة كاملة. تقريبا بعد مرور نصف ساعة الدجاج استوى، وكمية الصوص بقت يعني كمية مناسبة. هسه راح نطبخ الرز. أنا منقعة رز تقريبا نصف ساعة من الرز البسمتي. المي خليت بيه ورق غار وكزبرة وهيل ودارسين، وهاي المنكهات تنطي طعم جدا طيب للرز. وراح أسلقه تقريبا لمدة 5 دقائق. نحافظ على حبات الرز تكون متناثرة، واستخدم السمن الحيواني، ينطي طعم جدا مميز للرز. خليت طبقة من الرز، وراح أخلي طبقة من الدجاج، وراح أسوي هاي الطبقات وأكمل الباقي. بعد ما كملت الطبقات، مثل ما تشوفون الصوص اللي بقى عندي ويا الدجاج خليته على الوجه، وراح أسكر التمن تقريبا على نار هادئة وتقريبا نصف ساعة. وهذا شكله الأخير، وهيك صار عندنا برياني الدجاج يجنن الطعم ولا أطيب، والريحة تفتح النفس. جربوها وكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون لايك واشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد من وصفاتي. إن شاء الله أشوفكم بالفيديو الجاي مع أكلة طيبة. مع السلامة.